اليوم باش نعطيكم وصفة مطلوبة برشا ومحبوبة برشا عنا في تونس. لكن قبل كل شيء إذا كانكم جدد ما تنسوش الاشتراك في القناة وتشجعوني وتدعموني والضغط على الناقوس باش يوصلكم ديما كل جديد من عندي. تشجعوني كيف كيف على الباج موجودة على عندي صفحة اللي هي سافير دو كوزين أطباق متنوعة، وعلى الانستغرام فيها برشا كيف كيف برشا بارتاج. اليوم أعطيتكم وصفة متاع اللحم في القلة كيما تشوفوا فيه باللحم بالخبز الفتات هذا اللي موجود معروف برشا في باجة. عملته نختار لي نهارتها حبيت نعمل عملته وشوفوا هيك اللحم كيفاش ذايب وكيفاش ماشي. ما نحكي لكمش البن اللي فيه والريحة اللي في الدار، شيء ما نحكي لكمش، شيء كبير بصراحة. وقت اللي جايني ذي حبيت نعمل حاجة ونفرح بها. توا باش نعطيكم الوصفة والطريقة اللي هي سهلة ما فيها حتى شيء. تختلف صحيح من حد لحد، فما اللي يعمل معناها بالخضرة بالبصل والبطاطا والفلفل والطماطم وكل شيء، وفما اللي يعمل. انا عندي طريقة اخرى ساعات نعمل كان بالبصل، نعملها باش تسيب جوست هكا الجو نتاع البصل ويعطي نكهة. مرة أخرى نوريها لكم، هبطة منها لقطة شوية عندي في الانستغرام. والمرة هذه هو مكثر الحال نعمل كان صافي ما في حتى شيء. نعمل كان اللحم العلوش ما معاه حتى شيء إلا التفويحة متاع اللي هو الكليل. أكثر حاجة هي متاع اللحم العلوش واللي تعطي نكهة كبيرة برشا اللي هو الكليل. في العادة نعمل كليل أخضر، وقتها ما عنديش عملت كليل شايح معاه شوية ملح شوية زيت اللي هي الماغيناد اللي باش نغطي به اللحم بطبيعة، ونذوب معناها حطيت شوية ماء باش نذوب هاك الملح. وتو نبدا ندهن في طروف اللحم ونخليهم يرتاحوا على الأقل مدة ساعتين ثلاثة وإلا حتى ليلة كاملة في الثلاجة. بطبيعة كيما طلبت منكم معناها وهو مش أمر معناها، لكن ندلل عليكم. إذا كانكم ما تعرفوش القناة وأول مرة تزوروها ما تنسوش باش تشتركوا فيها وتخلوا رايكم، تضغطوا على الناقوس بالطبيعة ويشوفكم ديما كل جديد من عندي. عندي على صفحة الانستغرام عندي كيف كيف برشا حاجات نهبطهم، وتشجيعكم ليا راهو وتبادل الآراء وإنه تخلوا رايكم كيف كيف يشجعني ويدعمني. توا بعد ما حطيت هاك اللحم نكمل نصب عليه شوية من هاك الكليل والزيت اللي فضل، ونزيد نغطيه بشوية زيت مش برشا. وتوا باش نبدأ نخلط الخلطة اللي باش نسكر بها القلة اللي هي بطبيعة شوية فرينة وشوية ماء، ونحركهم بالكدا حتى نتحصل على خلطة تكون يابسة شادة روحها، مش يابسة برشا ومش طرية باش ما تبداش هابطة منه ومنه على خاطر التعب. راهي مشكلة فيها الخلطة هذه، ساعات واحد يعملها وتجي جارية ويبدا هابطك الخليط. لا كيما تشوفوا، ركزوا معايا شفتوا كيفاه تكون هي شادة روحها وقت اللي تهز هكا مغرفة تشوفها جامدة معناها ما تسيلش ومش يابسة. زادة باش متعبك وقت اللي باش تحطها على القلة على تسكر بها هذيك الفجوج. توا نغطيها كما شفتوا، نجيب الخطا ونسكر عليها بالكدا. في نفس الوقت حطيت الفور يشعل 200 درجة على 200 درجة الحرارة على 200 معناها 200 درجة. ونبدأ نسكر فيها بالكدا ومن بعد باش نحطها شوية تشيح جوست يشيح هذاك العجين يشيح في الفور، ومن بعد باش نعاود نخرجه. ركزوا معايا شوفوا بالكدا كيفاش نسكر كل فجوج كل ما نخلي حتى فج عبارة الطيب في التابونة هي. توا نحطها في الفور. بعد ما شاحك العجين شاحتك العجينة، نخرجها شوفها شيحة بالكدا. تو ماش باش معناها حتى كي نحط عليك البابيي الالومنيوم نغطيها خاطر كي نحطها هكاكا معناها يتحرق هاك العجينة تبدا ريحتها طالعة وخايبة ولا ما نحبش. دونك شنو نعمل نشيحها شوية ونغطيها بالبابيي الالومنيوم اللي هو يحماها، وكي نغطيها من الاول زاده باش يتبلبز هكا ما يشدش روحها العجين. بعد ما تعدت هيك ساعة ونص على نار 200 هكاكا كل فورو كيفاه راهو، حكاية ساعة وربع ساعة ونص كيما تشوفوا بسكينة. نحلها معناها شفتوها معناها ديجا هي ما تحرقتش هيك العجينة. نحي هيك الخطا، نكون عندي فحمة الطيب نشعل فيها على غاز ونحضرها. وباش توا نجيب نحطها
ونحط عليها شوية زيت. هو شنو السر الكل في هذيك الحاجة اللي باش نعملها توا. نحط شوية زيت، شوية ما نكثرش، نغطي ونخليه يسيب هذيك الريحة في وسط القلة. تعطيني روح ريحة كأنها طايب بالحق في الكوشة، ما كأنها طايبة في توا بالطبيعة نجيب هيك الصوص بتاع اللي هبط اللحم، خاطر اللحم كما حكيت لكم وفهمتكم في الفيديو ما نحطوش الماء يسيب هذيك هيك الجو، هذيك المرق اللي فيه كل بالطبيعة اللحم يسيبه، وفي الاخر يولي معناه بنين. خاطر ساعات نطيب به روز، زيد شوية روز. وكما المرة هذه ما عملتش روز، عملت كان خبز هيك الصوص الكل غطيت به اللحم، صبيته معناها يزيد يطري اللحمة. وعندكم الخبز كما تشوفوا معناها شيء كبير، اللحمة ماشية زبدة. ملي نودكم إن شاء الله تجربوا الوصفة هذه وتعجبكم، ونخليكم ونقولكم إلى اللقاء المرة الجاية. إذا كانكم جدد بطبيعة لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الناقوس وزر لايك. وإن شاء الله ملتقانا في مرة جاية إن شاء الله.